مرحبا بكم في قناتكم دي زد أخبار 24. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله. على جثة المحامي المفقود جمال الدين شاوي في سكيكدا، الحماية المدنية أعلنت عن خبر العثور على جثة المحامي المفقود. الجثة تم العثور عليها في منطقة التوميات بإقليم بلدية الحروش. الحماية المدنية تعلن عن توقيف عمليات البحث عن المحامي. الضحية كان مدفونا بقرية التوميات بين الحروش وعين بوزيان سكيكدا. حالة استنفار كبيرة من الجهات الأمنية في انتظار وصول وكيل الجمهورية قبل تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش. بعد هذه الحادثة المؤلمة، قال الإعلامي الجزائري قادة بن عمار بكلمات مؤثرة: لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله المحامي والناشط جمال الدين شاوي، والذي تم العثور على جثته بعد فقدانه لعدة أيام. اللهم ارحمه واغفر له. وفي انتظار الكشف عن ملابسات هذه القضية، ربي يكون في عون عائلته وجميع من يعرفه. إن لله وإن إليه راجعون.